احكي لكم حكايه طفل صغير. الطفل الصغير ده كان دايما شايف نفسه راجل متميز، شايف نفسه ان هو طفل متميز بين الناس اللي حواليه، بين صحابه اللي حواليه، بين زمايله اللي معاه في المرحله اللي هو فيها. طفل شايف نفسه ان هو لما يكبر هيبقى حد مميز، حد غير الناس اللي حواليه، حد مختلف عن الناس اللي حواليه. بيشوف غلطات الناس التانية بيقول ان انا مش هعمل الغلطه ديت، مش هعمل الغلطه ديت، لا انا هحاول اتفادى الكلام دوت لما اكبر. ليه الناس دي بتعمل كده؟ ليه الناس دي بالشكل دوت بتعمل حاجات غريبه جدا؟ انا مش هعمل الكلام دوت. هم مش مفروض عليهم حاجه فبيعملوا الحاجات دي ليه؟ طول الوقت بيسال الاسئله ديت لنفسه وبيقول ان هو هيبقى احسن من كده. بيوصل للمرحله ان هو بيكبر في المرحله دي طول الوقت بيفكر في الكلام دوت، ان الناس اللي بتعمله اللي حواليه دوت بيعملوا الكلام ده ليه؟ انا اكيد هبقى احسن من كده. لغايه لما يوصل لمرحله من السن، يكبر يكبر يكبر، يوصل لمرحله انه يلاقي انه في ازدحام شديد في الحياه، في ازدحام شديد في الناس اللي حواليه، الناس كلها عايزه احسن حاجه في الوجود. فيلاقي نفسه ان هو انا عايز ابقى احسن واحد في الوجود، عايز اعمل احسن حاجه في الوجود، بس الناس كلها نفس الشيء عايزه تعمل احسن حاجه في الوجود. فبيخش في المرحله ان هو بيرضى بالواقع، بيبص للواقع بشكل مختلف. هو ده الواقع، طب انا هرضى باي حاجه هتيجي قدامي، بس هختار احسن حاجه مناسبه ليا. طب هقيمها ازاي؟ هقيمها عن طريق ان اشوف الناس اللي حواليا وزمايلي اللي حواليا، هي دي احسن حاجه، هي دي اقارنها بيهم واشوف هل انا فين موجود بين الناس اللي حواليا. ويرضى بالواقع، وكل بقى الافكار بتاعته ان هو مش هيعملها، اللي هو الحاجات الافكار اللي كانت قدامه زمان ان انا مش هعمل الكلام دوت وابقى احسن من كده، وكل الكلام دوت بيبقى ايه؟ مش موجود. وبيبتدي يعمل نفس الحاجات اللي الناس الكبيره وهو صغير كانت بتعملها، بيبتدي يعملها. الحاجات اللي مفروضه عليه، كل الحياه اللي مفروضه عليه بيبتدي يعملها. يبتدي ان هو اي حاجه مفروضه حواليه قدامه في حياته، في شغله، في بيته، مع اهله، مع مراته، مع كل الكلام دوت بيعمل نفس الحاجات اللي كان الناس اللي قبله بيعملوها، كان هو دلوقتي بيعملها. ودي غلطة الناس كلها. وبيبتدي لما يجيب أطفال يبتدي إن هو يقول أنا هربي أطفالي بشكل مختلف، هربي أطفالي لغاية لما يكبروا ويوصلوا اللي هم عايزينه. فدي ويفضل وهو متخيل إن أطفاله هيوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها، ويبتدوا إن هم برضو يوصلوا لمرحلة معينة يلاقوا في ازدحام شديد في الافكار والناس كلها عايزه احسن حاجه في الوجود، فيبتدوا ان هم يرضوا بالواقع، ويبتدي الدايره دي تلف تلف تلف، وتبتدي ان هو الدايره اصلا كانت لفه من ساعه اهله ووالده ووالدته والكلام دوت، من ساعه اهله اللي قبل كده واهله اللي قبل كده. فدي دايره دايره دايره. طب ازاي نكسر الدايره ديت؟ نكسر الدايره ديت عن طريق انه يبدا يدور على نفسه. اول ما يبدا يدور على نفسه هيلاقي الحل، هيلاقي كل الفرص اللي قدامه مناسبه ليه. هيلاقي الفرص اللي قدامه اللي كان مش شايفها عشان هو مش شايف ان هو مش بيدور على نفسه، فهيلاقي الفرص كلها بتعدي من حواليه. قبل كده كان بتلاقي فرص اللي بتعدي من حواليه، وما بي ما بي ما بي اي فرصه عشان هو مش عارف نفسه، فما بيلاقيش الفرص المناسبه في حياته. ممكن فرصه تبقى قدامه، ممكن تبقى في حاجه قريبه جدا منه، بس ما يلاقيهاش ان هي مناسبه بالنسبه له عشان هو مش شايف نفسه، عشان هو مش لاقي نفسه. فيلاقي اي فرصه في حياته مش مناسبه، ويلاقيه مش راضي على نفسه. كل مرحله في حياته من المراحل يجي يسال نفسه انا ايه اللي انا بعمله في حياتي؟ هل انا ماشي كده في السكه الصح ولا ماشي في السكه الغلط؟ ويبتدي ان هو يبص على الناس اللي حواليه، انا كده احسن من غيري، انا كده. يبتدي ان هو يبنج نفسه بنج كده موضعي سريع جدا، وخلاص انا ماشي في السكه ديت، وايا كان هيحصل ايه انا ماشي في السكه ديت، وخلاص انا هي دي حياتي. وعشان ما تمشيش في نفس السكه اللي مشي فيها الطفل دوت اللي كبر بعد كده، محتاج ان انت اول حاجه تعملها ان انت تدور على نفسك. وان انت تدور على نفسك دي مرحله هتمشي فيها طول حياتك. وطول ما انت ماشي في سكتك، طول ما انت بتعافر وبتبذل مجهود ان انت تدور على نفسك، طول ما انت بتبذل مجهود في حياتك، طول ما انت بتكتشف نفسك. فلو اكتشفت نفسك واكتشفت حاجه جديده في نفسك، فمحتاج دي بتزود الفرص اللي عندك في حياتك.
اتمنى ان انتوا استفدتوا بالفيديو دوت، وكل سنه وانتم طيبين. احمد الابيض.